يا مساء الورد والفل على عيون أحلى متابعين، وحشتوني كتير. صاحبة القصة النهاردة شيقة جدا وقد إيه ممتعة وفيها حاجات كتير. يعني كل ما نقدر إن احنا نسمع أكتر نعرف حاجات كتير فايتانا في حياتنا. يلا بينا نبدأ قصتنا. صاحبة القصة بتقول إن هي عندها دلوقتي 34 سنة. قصتها على قد ما هي صعبة جدا وفيها حاجات يعني ممكن إن احنا نتأثر فيها، لكن فيها حاجات هي قدرت إن هي توصل لإحساس اللي هي كانت مفتقداه. الإحساس ده كان نفسها إن هي تعيشه الصراحة. ونبدأ دايما إن احنا دايما كنا بنقول إن يعني ما ينفعش كل خصوصيات حياتنا الناس تتدخل فيها. صاحبة القصة بتقول أنا اسمي دنيا، عندي 34 سنة. اتجوزت أنا وأختي في بيت واحد. أختي كانت أكبر مني بسنتين بس. اتجوزت في بيت ناس مبسوطين جدا ومرتاحين ماديا، ومكانش فيه غير زوجي وزوجها بس. وكان عندنا يعني أراضي كتير جدا، وكمان مواشي وعقارات وحاجات كتير. كان الخير يعني مغطينا وزيادة، مخلينا مش محتاجين حاجة أبدا. وكان دايما جوز أختي كان رومانسي معاها بطريقة مش معقولة. كان دايما يحب الهزار، وكان كمان يحب الضحك جدا، وكان يعني الفسح والكلام الحلو والهدايا والرقة. قد ايه لما كانت بتبقى تعبانة كنت بشوفه مهتم بيها زيادة عن أي وقت، وكنت أشوفه يحضر لها الفطار بنفسه. وكمان يعني العلاقة الزوجية كانت معاه متفاهمة جدا ومتفاهم معاها، وكانوا مبسوطين بطريقة غير عادية. كل الناس كانت بتحسدها على السعادة اللي هي فيها، عكس جوزي تمام. جوزي ما بيحبش الهزار، ما بيحبش الفسح، ما بيحبش تغيير الجو. يعني مثلا لو حبينا ان احنا نخرج نروح مكان، كان دايما يقولي روحي مع اختك وجوزها، روحي مع اختك وجوزها. كنت دايما احس ان لما بخرج معاهم ببقى محروجة جدا، بس الصراحة كنت ببقى في احتياج ان انا اغير جو اتفسح. من كتر ما كان طول الوقت أخوه كان مسؤول عننا، كنت أحس إن أنا مبسوطة جدا لما بكون معاهم في أي مكان. وطبعا هنا كنا بنخرج كل أسبوع مرتين ولا حاجة. كنت لسه عروسة جديدة وهما كان عندهم ولد واحد بس. بس أختي كانت دايما طول الوقت هي المدللة، مع رغم إن هي الكبيرة وأنا الصغيرة، لكن كنت أحس إن جوزها بالدنيا كلها الصراحة. كنت دايما بيني وبين نفسي أتخيل إن ده لو جوزي قد إيه كنت هبقى سعيدة ومبسوطة. كنت دايما في خناق ومشاكل مع جوزي بسبب إنه يعني في كل شيء مش تمام، بالذات العلاقة بينا كان دايما فيها مشاكل. وكان دايما مش بيهتم بيا، كان شخص أناني جدا، وكان كمان طول الوقت بيهتم بنفسه. يعني حاولت كتير جدا أتكلم معاه، بس في يوم لما حاولت إن أنا أضغط عليه وأطلب حقوقي وأقوله إن ده أقل شيء ولازم تخرج معانا وتفسحني وتهتم بيا، غير اللي هو كان طول الوقت ما يعني مش بيهتم لا بهدية حلوة ولا بخروجة حلوة ولا بيقعد معايا. كان طول الوقت قاعد مع أصحابه على القهوة. الميزة بقى كانت في جوز أختي إنه ما كانش بيخرج من البيت أبدا، وكان طول الوقت قاعد وياها. كنت يعني يجيب فيلم رومانسي ونقعد كلنا نسهر ونتفرج عليه. يجيب مثلا نلاقوه جايب التسالي والحاجات الجميلة وعامل القعدة الرومانسية الحلوة، وكان ينادينا. بس كنت أحس إن أوقات كتير بيبقى عايز يبقى قاعد هو يعني وأختي مع بعض واخدين راحتهم. كنت أحس إن أنا محروجة، لدرجة إن مع مرور الوقت حسيت قد إيه إن أنا متضايقة. وفي يوم كانت أختي حست إن هي تعبانة شوية، أخدتها ورحت للدكتور، لأن في الوقت ده يعني جوزها كان في الشغل وما كانش في البيت، وهي كانت تعبانة جدا.
ولما رحت كشفت عند الدكتور قال لها إن هي حامل في الشهر التاني، في أول الشهر التاني. وهنا كانت بتستخدم يعني وسيلة، بس ما قدرتش إن هي تحجم الموضوع كويس. المهم كانت خايفة لزوجها يزعل، بس لما عرف إن هي حامل قد إيه كان مبسوط، لدرجة إنه عامل حفلة كبيرة وعزم فيها والدي ووالدتي واخواتي، وكان مبسوط بيها جدا لأنه كان عايز يغير المود بتاعها، لأنه حاسس إن هي متضايقة. هي كانت بتقول إن أنا مبسوطة جدا دلوقتي وابني عنده 3 سنين، كنت عايزة أستنى شوية عشان لما أحب أستمتع بحياتي وأخرج مع جوزي، لأن الأطفال يعني بيبهدلوا شوية وما بيخلوش الست عندها اهتمام. ولكن طبعا جوزها غير الموضوع خالص، وكانت مبسوطة لما لقاته مبسوط. بس هي في فترة الحمل كانت بتتعب كتير جدا، لأن حصل لها قبل كده كذا مرة يعني ما كانتش بيكمل البيبي معاها، فعشان كده الدكتور نصحها إن هي ترتاح. وفعلا كنت دايما مخلياها مرتاحة، ما بتعملش أي مجهود في البيت خالص، كنت أنا اللي بشيل البيت كله. كان دايما في شغل كتير جدا من ناحية المواشي ومن ناحية البيت والأكل والشرب والمسؤوليات دي كلها. أنا كان حملي متأخر شوية لأن جوزي كان عنده شوية مشاكل، فكان لازم إن أنا أقوم يعني بدوري كأخت ليها، بالذات إن احنا متربيين على الحب بينا لبعض وإخلاصنا، وقد إيه يعني إن احنا نخاف على بعض ونهتم ببعضنا لما نكون تعبانة أو هي تعبانة. فعشان كده كان لازم أهتم بيها جدا، وقربت على يعني إن هي ربنا كده يقومها بالسلامة، واضطرت إن هي تروح عند ماما، لأن أنا ما كنتش هقدر إن أنا أوفق بين طلبات البيت والمسؤوليات وبينها. لكن هي حبت إن هي تروح هناك ووالدتي تهتم بيها. جوزها قال لها خليكي وخلي والدتك تجيلك، لكن أختي كانت ضعيفة جدا وكانت محتاجة رعاية فترة طويلة، مش أقل من شهر وشهر ونص كمان. عشان كده بابا ما قدرش إنه يقعد لوحده، لأن ما كانش فيه حد غير أنا وأختي بس. وبعد ما اتجوزنا بقت والدتي اللي قاعدة معاه، وكانت بقى والدتي بتحبه جدا، وقد ايه كانوا رومانسيين ومتفاهمين جدا مع بعض. عشان كده ما كانتش بتحب ان تبعد عنه ابدا او تزعله. واختي اضطرت ان هي تروح تقعد عندهم الفترة دي، وفي الفترة دي خناقاتي مع جوزي زادت اكتر واكتر. ما اكدبش عليكم، انا بكلمكم بالصوت اللي جواي. كنت دايما بزعل على نفسي، كنت بزعل ان انا يعني معيش اطفال، لان ده احساس جميل جدا بتكملي بيه حياتك وبتسعدي بيه زوجك، وحياتك بتبقى افضل واحسن. وكمان خناقاتي زادت بسبب ان جوزي بقى غيران من ان هو معهوش اولاد. وكمان لما كنت بتكلم معاه في حقوقي، يعني ان انا مش مبسوطة ومش واخدة راحتي، واني انت بتعاملني يعني مش برقة، كان دايما يزعق وصوته عالي. وبالذات لما كنت اتكلم معاه في المواضيع دي كان بيتضايق جدا وما كانش بيحب ان انا اتكلم معاه. وفي يوم يعني حاول ان هو بيزعق معايا او بيتخانق بس بصوت عالي، وحصل بينا شوية مشادات. اخوه اتدخل وقال له ازاي ان انت تعمل كده معاها وازاي تزعلها. طبطب عليا واخدني كده من ايدي وغسلي وشي وقال لي روقي، وقال لي كمان النهارده ما تعمليش اي حاجة، انا اللي مسؤول عن كل حاجة في البيت وهقوم بيها، وانتي مدام تعبانة ممكن تريحي. وجوزي سابني ومشي وراح قعد على القهوة مع أصحابه كالعادة، واللي كان مهتم بيا لأن هو يعني لما حصل بينا كلام تعبت جدا ونهارت، لأنه اتفزع عليا بطريقة وحشة. فاضطريت هنا إن أنا يعني أرتاح لأني كان جسمي كله وجعني. أخوه اللي راح جابلي علاج من الصيدلية لتعب جسمي، وكمان هو اللي جابلي الأكل الصبح، فطرت وكمان قام بكل المتطلبات اللي المفروض أنا أقوم بيها.
وكالعادة سابني ومسألش فيا ونام في الأوضة التانية. اللي سأل عني جوز أختي، والصراحة قد إيه كنت بحسد أختي على الرقة والمعاملة الطيبة وكل الحب اللي جوزها بيحبهولها. وكنت متضايقة جدا وغيرانة من جواي، وكنت بتمنى طول الوقت إن هو يكون جوزي أنا، وأنا اللي أكون مكانها. وما كنتش أبدا عايزة أكمل مع الشخص اللي أنا معاه، لدرجة إن أنا بدأت إن أنا أطلب الطلاق. وبدأ من هنا أخويا أخو جوزي يتدخل ويتكلم معايا ويقول لي عايزك تتكلمي معايا بصراحة، لأن أخويا دايما متكبر وما بيحبش يتكلم معايا. عايز أعرف منك إيه اللي مضايقك ومزعلك. اضطريت إن أنا أحكي له كل حاجة، وبصراحة قلت له قد إيه مش متفاهم معايا في علاقته كزوج، وقد إيه مش مهتم بيا ومش شايف راحتي وطلباتي، وقد إيه إن أنا بيبقى ليا احتياجات كتير جدا وهو مش سائل فيا، وبيبقى متعمد مع الرغم إن أنا سألته وكلمته وقلتله على اللي أنا محتاجاه، لكن هو برضه مهتمش بأي كلام من اللي أنا بقوله. ده غير موضوع الأطفال، ده غير معاملته معايا اللي مش مريحاني، ده غير إن هو كمان مش بحس إن هو بيحبني. وقعدت أوصفله وأقوله قد إيه أنا بحسد أختي عليك. الكلام ده المفروض إن أنا مقولوش لك، بس الصراحة قد إيه أنت مخليها ملكة، وقد إيه ساعات كتير كنت بتمنى إن أكون مكانها. قعد بصلي باستغراب وقال لي انت ازاي تقولي كده. قلت له انا بكلمك بصوت عالي وبكلمك باللي جوايا. هي دايما بتحكي لي على العلاقة بينكم وقد ايه بتخليها مبسوطة، وكمان متفاهم معاها ورقيق معاها جدا. ده غير الحاجات والمعاملة اللي بشوفها انت بتجيبها لها وبتعملها ازاي، الفسح والخروج والمعاملة الكويسة والاهتمام. ومجرد ما تنظرلك بعينيها بس نظرة صغيرة بتفهم هي عايزة ايه ومحتاجة ايه. الصراحة ده أجمل حاجة في الدنيا. أغلى من الإنسان يكون عنده فلوس، وأغلى من الإنسان يبقى بيعمل كل حاجة لمراته أو متطلباتها. التفاهم والحب أغلى شيء في الدنيا. قد إيه وانهارت جدا وبكيت كتير خالص، وهو قعد برقته طبطب عليا وأخدني كده جنب منه في حضنه وقال لي متزعليش، إن شاء الله أنا هحاول أتكلم معاه وأحل المشكلة ونشوف هو ليه بيعمل معاكي كده. وأنا الصراحة احترمت كلامه ورأيه جدا. قد ايه كنت حاسة بأحاسيس عمري ما نسيتها، وكنت مسيطرة على نفسي لحد آخر لحظة. ولو كان بس يعني حصل أي كلام كنت مجرد إن أنا بس أي كلام بسيط جدا منه أو إشارة كنت هضعف جدا، وكنت كمان هنسى كل شيء. ولكن أنا حاولت أسيطر على مشاعري وكلامي، بس الصراحة كان بيجي في خيالي كتير جدا جدا، لدرجة إني بقيت أشوفه في أحلامي. ومن هنا بدأت كل مشاعري تتغير اتجاهه، وبدأت أنسى الإنسان التاني ده خالص. حسيت إن أنا مش عايزة أعيش معاه ومش عايزة أكمل. ما هو أنا زي أي ست، الكلمة الكويسة الرقيقة الجميلة، الهدية البسيطة، المعاملة الطيبة تغير كل حاجة جوايا، وكمان تغير مصير حياتي كله. وقد ايه بقى كل ده أنا لقيته كان مهتم بيا جدا في الفترة اللي كانت أختي غايبة فيها. وكنت بروح أنا وهو الصراحة نتمشى وناخد حاجات كتير كانت بتبقى محتاجاها وبنوديها لها هناك، وبنسهر عندهم كمان. وكنت برجع معاه بالليل والجو جميل، والمشي كده الصراحة في الجو الرومانسي عايزة أقولكوا بيخلق جوا ست تانية. مستحيل أي ست تقدر تعيش من غير مشاعر جميلة وكلمة حلوة. ده غير كمان الهدايا اللي كان بيجيبها لي، كان بيجيب لي كل حاجة ناقصاني ونفسي فيها. ولما حكيت له وقلت له إن أخوه مقصر معايا من ناحية الالتزامات الشخصية، وكمان مش بيديني فلوس، بدأ هو يديني فلوس، وكمان بدأ يجيب لي كل حاجة كنت محتاجاها زي ما كان بيجيب حاجات أختي بالظبط. ده غير إن ابنه الصغير كان معظم الوقت بيقضي الوقت معانا في البيت وكنت بهتم بيه. وفي يوم بعد حوالي أكتر من 20 يوم غياب لأختي بدأ إن أنا
يعني كنت بعد خلص الشغل وكنت بطلع الولد فوق ينام، وكان دايما يعيط ويقولي لما بابا ما كانش بيبقى موجود: خليكي جنبي يا خالته لما انام. وفي يوم كنت تعبانة ومرهقة جدا ونمت جنب الولد وما حسيتش بنفسي، وساعتها كان الجو حر خالص وكنت واخدة راحتي خالص على الآخر. وفجأة بصيت لقيته داخل بيصحيني وبيقولي: يلا عشان تنزلي، يعني اتأخرت وكده. مش عارفة ليه ما حسيتش بنفسي، لأن الوقت ده كنت محتاجة إن أنا أكون يعني موجودة معاه. وفعلا حصل بينا شوية كلام. في الأول قالي لأ، الكلام ده ما ينفعش وحاول كتير، ولكن كان ضعيف جدا. وفعلا حصل بينا كلام كتير جدا، ومن اليوم ده وأنا خلاص ما بقتش قادرة يعني أستغنى عنه ولا عن الكلام معاه. بدأنا إن احنا نتكلم كتير جدا، حبيت معاه الحياة اللي كنت بتمناها، ولقيت كل حاجة كان نفسي فيها. ده غير إن هو شخصيا بني آدم غير البني آدم اللي أنا كنت عايشة معاه خالص. إزاي إن دول إخواتي؟ مستحيل. في الرقة والمعاملة والاحترام والكلام والتقدير والفسح وكل حاجة حلوة، كنت دايما أخرج مع ابنه وكنت كمان أتفسح معاهم. عشت حياة حلوة أوي. وفي يوم صحيت على كابوس رجوع أختي، وفي الوقت ده ما كنتش قادرة أستغنى عنه أبدا، وما بقتش عارفة أعمل إيه. وفجأة حسيت إن هو اتغير وبقى شخص تاني، مش ده الشخص اللي كان موجود معايا. ده غير جوزي اللي حصل بينا خلافات كتير جدا، ما بقاش حتى زي الأول، ده بقى أصعب من الأول، وما بقاش في بينا أي طريق للتفاهم ولا أي طريق للكلام. بقى جاف جدا معايا في المعاملة وبقى قاسي. حتى المعاملة بينا كزوج وزوجة بقى بني آدم مختلف خالص، معرفش بقى ليه يتعامل معايا بقسوة كده وبزعل. الصراحة حسيت إن أنا مبقتش عايزة الموضوع ده خلاص، ومبقتش عايزة الحياة دي كمان. كنت كل ما بشوفه بيتعامل مع أختي برومانسية وحب كنت أحس إن أنا عايزة أسيب الحياة كلها وأمشي. مبقتش قادرة، يعني مش عارفة الصراحة. وفي يوم واجهته وقلتله: يعني إيه لازم إن احنا نشوف حل؟ قالي: مفيش عندي حل، انتي لما قربتي واتكلمتي معايا أنا كمان قربت، لأن في الوقت ده أنا الصراحة كنت ضعيف جدا وما كنتش قادر إن أنا أبعد، وإنتي كان كلك رقة وجمال وأنا ما قدرتش. ياريت ننسى كل اللي حصل وما عادش ينفع إن احنا نتكلم فيه. أنا عمري ما كنت أتخيل إن أنا ممكن أبقى كده، أو ممكن إن أنا أغلط الغلط ده، لكن الحرمان وحش. وأنا وصلت لسن صعب خالص، زوجي عنده مشاكل ما بيخلفش، وأنا حياتي كلها كآبة ومفيش أي حاجة جديدة غير إن أنا بقوم أتن أشتغل لحد ما أدوخ من كتر الشغل وأنام من كتر إرهاق جسمي، لكن عقلي ما بينامش من كتر الحاجات اللي مضايقاني. وغصب عني كنت ضعيفة، لكن حسيت قد إيه إن أنا متضايقة. جربت أبعد وأسيب المكان، وكمان طلبت الطلاق وقلتله إن أنا مش هقدر أكمل معاه. الغريب إنه كان مرحب جدا وما كانش باين عليه حتى زعلان من الفراق، مع الرغم إن أنا قدمتله كل شيء جميل، وكنت دايما بحاول أكون رقيقة معاه، وكنت دايما بهتم بيه وبجيبله هدايا وبكلمه كويس وبهتم بكل حاجة تخصه. ده غير إن أنا دايما كنت بتكلم معاه. أنا متعلمة وكنت فاهمة الحياة صح، وكنت متخيلة إن أنا هتجوز جوازة تخليني أحسن واحدة في الدنيا وسعيدة جدا. لكن الصراحة اللي اكتشفته بعد كده إن الإنسان مش بيقدر يختار يكون سعيد أو تعيس. اللي مزعلني إن أنا دلوقتي مصممة على الطلاق، لكن إن أنا عشقت جوز أختي غصب عني، وحاسة إني مش قادرة أبعد، ولدرجة إن أنا لما بعدت عن البيت اضطريت إن أنا أرجع تاني، ولكن أنا مش قادرة أكمل في الحياة دي. مش عارفة أعمل إيه، أستمر ويتم طلب الطلاق، ولا أرجع وأعيش حياتي وأنسى اللي حصل. لكن اللي أنا متأكدة منه إن أنا مش هقدر أبدا إن أنا أستحمل إن أشوف الحياة السعيدة دي مع أختي وأنا ما عنديش أي شيء من اللي موجود عندها.
كلنا بشر وكلنا بنضعف. أنا زعلت كتير وندمت على اللي حصل، وعمري ما كنت أحب إن ممكن شيء زي ده يحصل، وببقى حزينة من جوايا، بس في نفس الوقت حزينة على نفسي. ازاي ان انا اغير حياتي للأفضل؟ ياريت لو حد عنده نصيحة ممكن ينصحني ويقولي اعمل ايه، اتطلق ولا اكمل حياتي كده؟ انتظروني في فيديو جديد ومشكلة جديدة.